تاني. انا هجيب قرار من اسمها ايه من البنك المركزي ان ابراهيم ما عندوش حسابات، ان ابراهيم ما عندوش حاجه، وهجيب من الكود العائلي ان ابراهيم ما اتجوزش واحده ثانيه زي ما حضرتك طلعت تسيب ابنك. تاني. انا هجيب قرار من اسمها ايه من البنك المركزي ان ابراهيم ما عندوش حسابات، ان ابراهيم ما عندوش حاجه، وهجيب من الكود العائلي ان ابراهيم ما اتجوزش واحده ثانيه زي ما حضرتك طلعت تسيب ابنك اللي انا متجوزاه 19 سنه هو وانا 18 سنه. انا كنت اول بخته واخر بخته. ابنك ما كانش بيسيبني اصلا لحظه ولا بيشم هوا ولا بيعمل اي حاجه. لما راح المستشفى كنت انا نايمه تحت السرير عنده. فالخيال بقى والافلام السسبنس وفي واحده هتطلع واصل انا كنت متجوزه ومش متجوزه. ابنك ما اتجوزش ولا كان هيتجوز ولا عمره حب ولا هيحب غير هبه التركي. انا عارفه ان الكلام ده هيضايقك وهيبوظ الخطط، بس معلش خليكم فاهمين. حتى المقشفه ام كعب مقشق عندكم في العيله اللي جبتوه عشان تتجوزوا برضو نقبها نزل على الارض. اول ما هبه رجعت كله اتكنسل. لما دخلت عليكم الفرح في طنطا كده، واول ما دخلت خدته في حضني كده والموضوع اتلم. نهايه الكلام اي حد هيطلع يقول كلام كذب على لسان ابراهيم شيكا هطلع لكم من السكرينات والريكوردات اللي تثبت ان الناس دي كدابين. بس الست الكبيره انا ليها مني كل الاحترام وكل التقدير عشان تراب ابراهيم شيكا بس ولا اكتر ولا اقل. تمام. بس انا اي حد هيزودها معايا انا هطلع ارد. المحاضر اللي انا عاملاها ومش هتنازل عنها عشان الفلوس اللي هي هتاخدها المفروض انا ليا عندها تعويض وهاخده. يعني انا التعويض على السب والقذف والتشهير ده بس ان شاء الله اخده وانا بسلمها فلوسها في المحكمه. يعني هو